فلوس مصر كلها في الميدان ده. تخيل بقى لو امتلكت مقر اداري في الميدان ده، قيمته هتبقى كام؟ مش هبالغ لما اقول لك ان ده اهم ميدان في مصر. عارف ليه؟ عشان فيه اهم المؤسسات الماليه في مصر، البنك المركزي، البورصه المصريه، والمقرات الرئيسيه للبنك الاهلي، بنك مصر، بنك القاهره، والبريد المصري، كلهم في ميدان واحد. وفي ظهر الميدان على طول محطه المونوريل المركزيه، يعني الوصول ليه سهل جدا. حضرتك بقى متخيل لما يبقى عندك مقر اداري في الميدان ده نفسه قيمته هتبقى عامله ازاي؟ بلاش متخيل لما تأجره إيجاره ممكن يوصل لكام؟ عارف في كام شركة وبنك في مصر هيبقوا عايزين يأجروا مقر في الميدان ده؟ أسعار البيع والإيجار فيه متوقع تزيد بشكل مرعب، خصوصا إن ما فيهوش أراضي تاني متاحة. ودي بقى المفاجأة اللي أنا جايبها لك. آخر قطعة أرض على ميدان البنك المركزي نفسه نازل فيها مشروع تحفة بمعنى الكلمة. مكانه هنا بالظبط، جنبك على طول مبنى البورصة المصرية، قدامك البنك المركزي، وفي ظهرك محطة المونوريل المركزية، ونازل بعرض مغري جدا، 15% مقدم وتقسيط على 11 سنة أقساط متساوية. وكمان المطور من أفضل المطورين في مصر، ودايما بيسلم قبل ميعاده. وتصميم المبنى عبارة عن تحفة فنية. الميدان ده شغال من دلوقتي، يعني لما تستلم هتأجر على طول وهتطلب اللي انت عايزه. وبرضه مش هبقى ببالغ لما أقول لك المكان ده هو أكتر مكان تستثمر فيه وانت مطمن من غير أي ريسك، وفعلا ثمنه فيه، لأن المكان ده مش هيتكرر في أي حتة تاني في مصر. سعر المكاتب بقى بيبدأ من 6 مليون جنيه تقسيط على 11 سنة. المكتب اللي ب 6 مليون جنيه ده لما تستلم هتسمع فيه 15 مليون جنيه وانت طالع، ومستعد ابصم لك بالعشرة على الكلام ده، عشان ده هيبقى اهم واسحم ميدان في مصر. وافتكر كلامي، عايز تلحق تحجز ابعت لي رقمك في رسالة وانا هكلمك، ويا ريت في رسالة مش كومنت. انا سامي صمويل، وما تنساش تعمل فولو.